القصة دي حصلت بالفعل. الفنان أحمد رزق بيقول: أنا عمري ما كنت بصدق في موضوع الجن والعفاريت، لكن اللي حصل لي في الشقة دي خلاني أؤمن إن في حاجات حوالينا ملهاش تفسير غير إنهم فعلا موجودين، وده سر عمري ما بحب أحكيه لحد قريب مني علشان مخوفوش. القصة بدأت بعد الثانوية العامة. أحمد قرر يدخل معهد الفنون المسرحية في اسكندرية. وقتها كان بيدور على شقة يسكن فيها مع صديقه خالد اللي دخل هندسة. اتفقوا ياخدوا شقة قريبة من المعهد. الشقة كانت كبيرة 4 أوض. صاحب البيت من أول يوم شدد عليهم: الأوضتين دول مقفولين، ما تفتحهمش مهما حصل، فيهم حاجات خاصة بيا. مرت الأيام عادي لحد ما في ليلة أحمد رجع لقى خالد فاتح أوضة من المقفولين وسكن فيها واحد صاحبه. قاله: يا خالد كده غلط، الراجل وصانا. رد خالد وهو مستهتر: يا عم ما لقيتش فيها حاجة، أوضة عادية يعني، سرير ودولاب، وانا رجعت عليها قفل جديد وخلاص. لكن من هنا بدأت الكارثة الحقيقية. أول ليلة الدخيل جه لأحمد ماسك قميصه مقطوع شرايط بالطول، وقال له: انت عملت كده، لو مش عايزني اقعد قول، بس ما تعملش الحركات دي.